مساء الخير عليكم في حلقه جديده من برنامجكم قادره ونص. النهارده حلقه جديده هنتكلم فيها عن كل الحاجات اللي بتحبها الستات. احنا في العادي بنتكلم عن الحاجات اللي بتحبها الستات، بس اكتر حاجه بتفرح الست انها تبقى منضفه بشرتها، يبقى شعرها حلو. اول ما تعمل شعرها كده تحس ان هي في سعاده، في راحه، البيت نظيف، الحاجات يعني في حاجات كده الستات بتحبها. بس اكتر حاجه لما تبقى هي نظيفه وحلوه واموره وعسوله. مين بقى اللي بيخلينا نظيفه واموره وعسوله؟ الاستاذه الجميله مروه الشبراوي، خبيره التجميل في علم الترايكولوجي وثيرابيست. هي منوراني النهارده عشان تعرفنا بقى ايه السر. ايه السر يا مروه؟ ايه السر في ايه؟ ايه السر اللي مخليكي تدخلي المجال ده اصلا؟ علشان انا اصلا دايما بحب اهتم بنفسي، بحب اهتم ببشرتي، بحب اهتم بشعري، بحب دايما الناس اللي حواليا يهتموا يعني كاي بنت او اي ست في العموم مش هتعرف تعمل حاجه في حياتها غير لما تكون هي مستقره نفسيا، راضيه عن نفسها وراضيه عن شكلها. ده حقيقي. لو هي متضايقه من نفسها، متضايقه من شعرها، متضايقه من بشرتها، كل ده بيأثر على شغلها وبيأثر على بيتها، بيأثر على علاقتها بزوجها، بخطيبها، باولادها. هي مش مرتاحه، فلو هي ارتاحت الناس اللي حواليها كلهم هيرتاحوا. صح. انتي دارسه ايه اصلا يا مروه؟ انا اصلا بكالوريوس تجاره. وخلصت الكليه، وكانت دي هوايه اصلا عندي من وانا في ثانوي. تمام. دايما كنت بقرا في الطب البديل، ما بحبش دايما اي كيميكال خالص، ولا على الشعر ولا على البشره. يعني انتي المنتجات اللي عندك كلها طبيعيه؟ كلها طبيعيه وناتشورال 100%، وكمان الماتيريال بتاعتها مستورده. دايما من صغرنا واحنا مش بنحط على شعرنا او بشرتنا في البيت عندنا اي حاجه كيميكال من صيدليه. دايما بنحط حاجات طبيعيه. مامتي هي مامتي كان ما شاء الله عليها يعني جميله شكلا وموضوعا وكل حاجه. وحبيبتي تسلمي. طالعين لي مين؟ اكيد لماما. وبس فخلاص احنا اتعودنا على كده. انا بقيت اقرا دايما، اجيب كتب واقرا عن العطاره. ده ايه بقى بعد ما اتخرجتي من الجامعه؟ وانا في ثانوي وانا بقرا ما شاء دايما الله. اللي هي الكتب اللي ليها علاقه بالعطاره، بالاعشاب الطبيعيه، ايه يتحط على ايه ما يتحطش على ايه غلط كده. يعني مش كل حاجه لازم يعني في خلطات دايما البنات بيجيبوها ويقولوا لي احنا ايه اللي نور لك خلاكي تمشي في الطريق ده؟ اشمعنى؟ ولا ده كله كان كلام عادي لنفسك؟ لا، ما هو ده كان ليا ولاخواتي وقرايبي وكده. تمام. الناس القريبين. اول حد اصلا شجعني بقى كانت اختي الاصغر مني، قالت لي انت بتعملي حاجات حلوه قوي، طب ادرسي. طب قلت لها لا مش للدرجات دي يعني. طب ايه؟ راحت قالت لي لا كملي. طبعا دخلت اللي هي الدبلومه بتاعه الطب التكاملي. تمام. علشان انا ما احبش ان انا ادي حد حاجه وانا مش دارساها. صح. يعني هي الموهبه حلوه بس لازم تدعميها بالدراسه. اكيد. فدخلت اللي هي الدبلومه بتاعه الطب التكاملي وقعدت اذاكر. اخدت الشهاده الحمد لله وطلعت باول منتج ليا سمع جدا. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو اول حاجه كانت اللي هو الاثنين طلعوا مع بعض، اللي هو التريتمنت والزيت الاسود بالطحالب. الزيت يعني كملي وعايزين نعرف الموضوع واحد كده. بعد ما اخدت الدبلومه دخلت مع دكتور لمياء علي. الدكتور لمياء علي دي اصلا من القاهره. دخلت الكورس معاها، هي بقى اللي عرفتني حاجات كتير جدا جدا جدا. يعني بدأتي تفهمي اكتر. يعني بدات افهم انا ازاي احط خبره في المنتج، مش بمجرد ان انا بحط حاجات على بعض وخلاص. لا، يعني انا ممكن اعمل لك الزيت الاسود بالطحالب ده يمشي مع الشعر الضعيف، يمشي مع الشعر القوي، يمشي مع الفروه الحساسه، يمشي مع الفروه الكويسه. مش شرط ان انا اعمل ازازه زيت والناس كلها تمشي عليها، ما ينفعش. لكل نوع، لكل شعر وكل بشره. اصل الفروه دي بشره، في فروه دهنيه، في فروه عاديه، في فروه مختلطه، وفي فروه جافه. على الشعر. على الشعر. يعني في فروه جافه وشعر دهني. فهمت. وفي شعر جاف وفروه دهنيه. صح. دي كده اختلاط. ده بيفرق بقى في طبعا. حاجات التساقط مش شرط ان انا مثلا عامله جرو هير او شامبو او حاجه للتساقط يبقى دي تنفع لكل الشعر. لا طبعا. لا، انا اسم الشامبو بتاعي مثلا شامبو الذهب. انت عايزه شامبو الذهب بس قولي لي شعرك ماله، انت عندك كام سنه، حامل ولا لا، بترضعي ولا لا، عامله تحاليل ولا لا. لازم افهم عشان اعرف ازازه الشامبو اللي هتوصل لك دي هتوصل لك بناء على ايه. بس كده. وفروتك هتستجيب ولا مش هتستجيب. صح. فيعني اذا كان احنا بنعمل الحاجات دي ومش كل الناس بتستجيب للعلاج، امال انا لو عملت ازازه واحده واديتها لكل الناس طب ازاي؟ ده هري ده. لا يعني مش هينفع تعمل كده.
للاسف للاسف في ناس يعني هي مثلا مثلا كريم للتساقط يعني، او يعني اي حاجه للتساقط مصر كلها تاخدها. هو كله تساقط؟ لا احنا كلنا بنتساقط. ما هو بس مش كل الفروه زي بعض، يعني في اسباب للتساقط. في ممكن تكوني مثلا بتعملي روتين خاطئ، صح. لو بطلتيه هتلاقي التساقط وقف لوحده من غير ما تعملي اي حاجه. ده حقيقي. مع شويه عنايه للفروه هتلاقي الدنيا معاكي مظبوطه. التساقط سببه الكيميكال الكتير اللي بنحطها على شعرنا، شامبوهات الشركات اللي هي الشامبوهات التجاريه اللي بنقول عليها، اللي بتبقى فيها مواد الشعر يعني، دي اللي هي بتعمل رغوه كتير والبرفيوم بتاعها عالي. كل ده مضر، كل ده مضر جدا جدا. ده غير ان احنا ما عندناش ثقافه غسيل الشعر اصلا. يعني مش بيعرفوا يغسلوا شعرهم. يعني ما بتعرفيش ازاي تنضفي فروتك. انتي فعلا انا بشوفك بتقولي للناس اعملوا كذا 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 كذا، الخطوات بالظبط. يعني بتبقي عايزاهم يعملوا الخطوات بالظبط. هل فعلا فرق الخطوات طبعا يفرق في النتيجه؟ طبعا ولو عملتي الخطوات غلط هتلاقي النتيجه عكسيه جدا. يعني مثلا بخاخ التساقط انت لو حطيتيه على الشعر نفسه هينشف ويهيش، صح، ومش هيجيب معاكي اي نتيجه، ولا كانك حطيتي حاجه. بالعكس انت اخدتي نتيجه عكسيه، انا مش لاقي نتيجه. لا انت لازم فروتك تبقى نظيفه جدا، عشان هو علشان لازم تدلكي وتعملي مساج لفروتك كل يوم 5 دقائق عشان تجري الدوره الدمويه، تحفزي البصيله، تنشطيها. حاجات كتير يعني، في حاجات كتير في الثقافه. ان انت لو ثقافه شعرك، لو فهمتي شعرك هتعرفي تتعاملي معاه. عشان كده انت بتسالي الناس انت بشرتك ايه، انت شعرك ايه، انت وبسالها بتغسلي شعرك كام مره في الاسبوع؟ شغلك بيضطرك ان انت تلبسي طرحه وشعرك مبلول ولا لا؟ صح، علشان بتحتم على الواحد انه ما يمشيش فلازم على روتين. لان واحده تيجي تقول لي ايه، انا شعري بيعمل ريحه مش لطيفه. طيب انت كده خليتي الفطريات تنمو جوه فروتك لدرجه انها تمكنت من الفروه. صح. فليه؟ علشان انت بتعملي حاجات كتير غلط. صح. بس هو بتكتميها بزيوت، والناس بتدهن زيوت. يعني انا من الناس اللي مستحيل احبذ، ولو مين عالم جالي وقال لي ادهن زيت، لا مش هدهن زيت. الحاجه الوحيده ممكن ادهنها زيت ارجان، ويومين والشعر يتغسل، او يوم والشعر يتغسل، اللي هو انا ما اسيبش زيت على شعري. دي اقصى مده ده ويكون زيت ارجان اصلي، لان هو من الزيوت الخفيفه قوي والحاجات اللي بتخترق الشعريه بسهوله ومفيده. لا هنا بيحطوا خروع على زيت زيتون، على يقول لك خلطه من عند العطار، ويقول لك انا جبتها ولقيت شعري بيقع جدا. ليه؟ لان اصلا الزيوت مش صح تتحط على بعض. دي في زيوت خفيفه، في زيوت ثقيله، في زيوت لزجه. حتى الزيوت طبعا انت لما تحطي زيت تقيل لازم تحطي قصاده زيت خفيف، والزيت الخفيف يبقى ضعف الزيت التقيل. الزيت اللزج ما يتحطش مع زيوت تقيله، والزيوت التقيله ما تتحطش مع بعض. علم لازم كل حاجه لازم كل حاجه بالدراسه. ما ينفعش حاجه اعملها كده من نفسي. ما ينفعش اروح اجيب فيتامين واخده وانا كده. طب انت عارفه ايه اللي ناقصك؟ صح. يعني ما ينفعش. صح. اكتر حاجه الناس حبتها عندك في المنتجات، واكتر حاجه انت حاسه ان هي ملمعه كل الحاجات عندي، بس اكتر حاجه المعالج الاسبوعي والجرو هير طبعا. التساقط حاسه ان انت واخده فيهم لاين. لا ده فظيع، ما فيش حد اشتكى منه الحمد لله. وبالعكس بيدي احساس لذيذ جدا، انتعاش الفروه، تحسي ان انت حاطه نعناع كده. يعني بيقوي البصيله جدا، بيعمل ديتوكس للفروه، بيمتص السموم. ما احنا انت بتتعرضي للهواء والسخونه والرطوبه والتراب والكتمه، محتاجه حاجه تشد ده كله وتنظف فروتك علشان تحسي ان الفروه بدات تتنفس. صح. في فرق في العلاج ما بين المحجبه والغير محجبه؟ طبعا دايما الغير محجبه بنديها حاجه تعمل غلاف للشعرايه علشان الاتربه، يعني التراب والرطوبه والحراره والبروده والمطر وحاجات كتير. دايما الغير محجبه بتضطر تعمل ليس كتير، صح، سشوار، بتتعرض لحراره، بيبقى غصب عنها لازم تحافظ على شكل شعرها وستايل الشعر بتاعها طول الوقت. فطبعا بتحتاج عنايه مضاعفه عن المحجبه. والله العكس طبعا. انا بحس ان كتمه الشعر ما هي كتمه الشعر دي، لا كتمه الشعر دي مثلا تكتميه 8 ساعات 10 ساعات ليها حل. لما بتروحي بتظبطي الدنيا شعرك انما الغير محجبه دايما متعرضه لحاجات تقصف وهيشان ونشفان ودرجه الشمس نفسها. عندنا الشمس عندنا بتخترق يعني بتعمل، فلازم يبقى فيه اللي هو سان سكرين
للشعر عشان يحمي يحمي من الشمس ومن طيب احنا النهارده طبعا كالعاده وبكل اعاده واستفاده، النهارده طبعا استغلنا الضيفه اسوأ استغلال كالعاده، انتوا عارفيننا طبعا، بس النهارده استغلناها زياده شويه، يعني اتكينا عليها كده. عندنا النهارده هدايا للمتفاعلين، عندنا 2 مجموعه شامبو وحمام كريم، هيبقوا بنتين هياخدوا مجموعه شامبو وحمام كريم ومجموعه ثانيه شامبو وحمام كريم، المجموعه الثالثه بقى هتبقى حمام كريم وكريم تصفيف. كلميني بقى عن المجموعات اللي عندك، قولي لي كده. بصي، هو المجموعه بتاعت الشعر عموما بتبدا من غسيل الشعر. يعني انا علشان ابدا اهتم بشعري لازم اهتم بنظافته، عشان الحاجه اللي انت مديها تعالج تجيب نتيجه. يعني لازم اهتم بنظافه الفروه وترتيب الشعريه نفسه. فبنبدا بالشامبو حمام الكريم، عندي مجموعه الذهب. طبعا انت لو جبتي اي شامبو طبيعي فري صوديوم او فري سلفيت وزودتي عليها فيتامينز وزودتي عليها حاجات بتدعم الشعرايه حسب طبيعه كل فروه برضو، طبعا هتلاقي نتيجه وهميه من غسيل الشعر لوحده وحمام الكريم. صح، هتحسي ان انت ناس كتير بتكلمني، الكلاينت بتوعي يكلموني يقولوا لي احنا بعد حمام الكريم حاسين ان احنا مش عايزين ندهن شعرنا. ليه؟ عشان حمام الكريم اخترق الشعرايه فعلا وحفظ نسبه ميه جوه الشعرايه، ما احنا محتاجين الميه دي. صح. انما لو غسلنا بالشامبو بس وحطينا ميه، الميه هتجفف الشعر. صح. ففي ناس يقولوا لي احنا بنغسل بحمام كريم بس. طب ازاي؟ حمام الكريم ده ماده تقيله جدا، هتكتمي الفروه مش هتنضفيها وهترطبي الشعرايه. طب بنغسل بشامبو بس، طب لا مش هينفع تغسلي برضو بشامبو بس. طب انت فين ترتيب الشعرايه؟ فالشامبو حمام الكريم جزء لا يتجزأ من بعض. صح. حتى لو الشعر دهني بنعمل حمام كريم اخف بحيث ان هو ما يتحولش الشعر. انت عارفه ان لو في شعر دهني ممكن باهمالك وان انت دايما بتطلعي الدهون منه تحوليه لجاف، وتيجي تقولي لي انا شعري كان حلو جدا فجاه بقى بيهيش عشان زيوته كانت موجوده، الزيوت الطبيعيه اللي ربنا خلقها فيه كانت موجوده، انت خرجتيها بايدك. صح. طب ليه؟ صح. طب اعتني بيها وفي نفس الوقت اعتني بالفروه، هتلاقي الدنيا معاكي تمام جدا ماشيه. صح. فالتحول الغريب اللي في الشعرايه انت اللي بتعمليه، انت اللي بتبوظي شعرك بايدك. الروتين عندك غلط، انت عايزه تخرجي زيوت، حاسه ان الزيوت دي مضايقاكي فعماله تخرجي فيها تقولي لي انا فجاه لقيت شعري بيهيش، انا فجاه شعري بيتقطع، ما بتسلكش كذا. فلا، احنا نتعامل صح مع شعرنا هنلاقي نتيجه كويسه جدا ان شاء الله. طيب لو واحده بتعاني من التساقط ممكن تعمل ايه؟ بتعاني، انا عرفت كمان ان انت بتعملي جلسات عندك للشعر. طبعا. صح. طبعا. هل ليها جلسات الاول بعدين بتمشي؟ لا، احنا مش بنبدا بالجلسات. الجلسات دي اخر حاجه. لما يبقى الشعر خلاص احنا فقدنا الامل ان احنا نرجع الشعر لطبيعته. طبعا التساقط ده ليه اسباب داخليه واسباب خارجيه. الاسباب الداخليه دي بتبقى حاجات زي حاجه عندك غده، يعني طبعا الغذاء ده نمبر 1. يعني انت لازم تاكلي خضروات ورقيه 3 مرات في الاسبوع. يبقى مرضي. طبعا يعني مثلا انت لو مش بتاكلي خضروات ورقيه 3 مرات في الاسبوع، الورق الاخضر، خس، جرجير، فجل، سبانخ، الحاجات دي كلها لازم اقل حاجه 3 مرات في الاسبوع تاكليها. يعني حطيها في سندوتش فول، جبنه مع جبنه. تمام. دي اول حاجه بالنسبه للاكل. البروتين مهم جدا جدا جدا. شرب الميه الكتير ماشي، لان شرب الميه الكتير حلو جدا للتخسيس، لتنظيف وغسيل الاجهزه عشان تعمل بكفاءه. للبشره، اشربي ميه كتير اسبوع هتلاقي بشرتك اتحولت تماما. صح. وبقت نضره جدا جدا جدا. والشعر التساقط، لو انت عندك غده، عندك تكيسات على المبايض، وفي فرق ما بين تكيسات المبايض والاكياس على المبايض. تمام. فاحنا لازم نحدد اللي عندك مثلا نقص في مخزون الحديد او نسبه الفيرتين، عندك نقص في فيتامين د، عندك غده، او عندك نقص في الهيموجلوبين. تمام. كل الحاجات دي لو انت متاكده انها تمام وما عملتيش وعامله تحاليل وخلاص، يبقى كده التساقط عرضي. طيب التساقط العرضي ده بيجي منين؟ اول حاجه غسيل شعر ميه سخنه جدا. غسيل الشعر بالميه بتاعت السويس من الحنفيه ده غلط جدا. الميه بتاعتنا مليانه كلور ومليانه املاح. لازم نغسل شعرنا شويه بميه مغليه وندفيها او ميه من الفلتر. يا ده وتبقى الميه فتره، لا سخنه ولا ساقعه. نستعمل شامبو طبيعي وحمام كريم طبيعي. نستعمل دهانات كلها طبيعيه، بلاش الحاجات الكيميكال والمينوكسيديل والكلام ده كله. مش صح تماما، الا في حالات
قويه جدا زي الصلع الوراثي او ساعتها بقى لازم يدخل العلاج. طيب حاجه تانية غير الروتين الخاطئ، صبغات الكتير، ان انا اعمل معالج حراري مش مناسب لشعري. ودي نقطه انا حابه اتكلم فيها جدا، انه البروتين بيوقع الشعر. لا، البروتين مش بيوقع الشعر. البروتين مش بيوقع الشعر. ليه؟ هقول لك، لما انا اروح استرخص واعمل بروتين عند واحده ب 700 جنيه وب 800 جنيه ما تجيش تقولي لي شعري وقع، عشان انت مش عامله بروتين. انت عامله حاجه اخده اسم البروتين. دي مبدئيا قالت لك ان ده بروتين، ده مش بروتين. تمام. البروتين الحلو النظيف اللي مناسب لنوع شعرك، اللي مناسب لنوع شعرك. هو البروتين بيفرق انا بحطه على انهي نوع شعر؟ طبعا طبعا. البروتين اساسا لما اتعمل للشعر الافريقي، يعني الانواع الحاميه اللي فيها احماض عاليه دي للشعر الافريقي. طيب انا شعري كويس بس هايش وفي نسبه موجه، صح. لا، في بروتينات احماضها قليله جدا ومعالجه فعلا، وتلاقي الشعر لو انت اهتميتي بيه بيطلع احسن. حلو قوي. في دلوقتي كولاجين طالع حلو جدا، ومش كولاجين، مش اسماء، دي مش اسماء. هو في حمض زي البروتين بيفرد، لكن انا اخده ماده الكولاجين حطاها. الجيلاتين كذلك. تمام. البروتين ما هو مسمى، صح، مسمى برضه، مسمى. انا عشان اجيب بروتين طبيعي واحطه على الشعر، لا معلش مش هتدفعي 1000 جنيه و2000 جنيه ولا 1000 ولا 2000، لا خالص. ماشي. فالبروتين ما هو مسمى، صح. تمام. طيب انا عشان اعمل مثلا جلسه جيلاتين واقول لك الجلسه بتبدا من 2000 جنيه، انت لازم بقى عن جلسه الجيلاتين. بصي هقول لك، الجيلاتين ده حاجه كده جميله بجد. انا عن نفسي بعملها في شعري على طول، وانا اكيد مش هوقع شعري اكيد. والكلاينت اللي بيجوا لي بيشوفوا شعري، يعني الحمد لله صحي وبيلمع وحلو، بس انا استعمله ازاي؟ صح. طيب انا دلوقتي عايزه اعمل جيلاتين لشعر افريقي. طيب خلاص، انا بزود الحمض، بزود نسبه الفرد علشان الشعر الافريقي ده الهيشان بتاعه يقل، يديني فرد كويس والشعرايه تبقى صحيه. طب جالي شعر ناعم، انا لازم ازود مرطبات، صح. لازم احط خلايا جذعيه، لازم احط فيلر، لازم احط حاجات بليكس بتغلف الشعرايه، لازم املى الشعرايه من جوه بغذاء. الشعرايه الناعمه اللي هي الهايشه دي لو اتملت بغذاء من جوه هترجع تاني ناعمه، هترجع تاني، هتتظبط. هترجع لطيفه جدا، هترجع حلوه جدا، وبالعكس الشعر هيطول وهيبقى حلو قوي، هيبقى صحي. يعني انتوا اتعاملوا مع شعركم صح، اختاروا الانسان. في ناس كتير جدا هنا في السويس محترمين جدا جدا وبيستعملوا مواد فعلا حلوه وفعلا كويسه، بس انا بلاحظ في ناس كتير جدا بتسترخص. صح. طب انا عملت شعري ب 700 جنيه، انت ليه تقولي لي 2003؟ صح. لا، ما هي اكيد اللي بتقول لك 2003 دي مش بتستهبل. يعني انت فاهماني؟ لا، اكيد بتحط حاجه هي عارفه هي بتحط لك ايه، عشان ما تجيش تكلميها بعد كده تقولي ايه ده انا شعري اتقطم، انا بقى حته وحته. كله بيرجع يشتكي، يعني كله بيسترخص وكله بيرجع يشتكي. ما هو انت حتى لو استغليتي وما اهتمتيش بشعرك بعد كده برضه، ما انت هتشتكي ليه؟ علشان انت ما حافظتيش على اللي عملتيه. طب انت دفعتي 2000 جنيه، اتعبي نفسك في 300 ولا 400 واهتمي بشعرك. صح. انت فاهماني؟ انت طالما بداتي تهتمي من البدايه خليكي مستمره. 300 و 400 وما تواظبش عليهم. مش عارفه ليه. ايوه، ده كسل مش طبيعي، لدرجه ان انا بحاول اعمل التركيبات ان هي تتحط وتتساب، اللي هو خلاص حاجات سريعه، احافظ على شغلي. ايوه شغلي. احط حاجات سريعه لان الناس بتكسل، اكيد مش هتحفظ هي هتحط ايه قبل ايه وايه بعد ايه، فبحط كل الفيتامين في الشامبو وحمام الكريم ودهان. احنا بنعاني برضه والله، ما الستات بيعانوا والله، كلنا بنعاني، بس احنا لازم شعرنا ده اهم حاجه في حياتنا. صح. وبشرتنا طبعا، يعني من غيرهم هتلاقي نفسك بجد مش واثقه في نفسك ابدا. ده حقيقي، والراجل هيروح يبص بره. يعني هو انت ما تحطوش في دماغك احسن. يعني صح؟ ما تحطيش الراجل في دماغك، اعملي علشان نفسك. في ناس لو عملتي عشان نفسك هتبقي واثقه في نفسك جدا، وهتلاقي الناس دايما هي اللي بتنبهر بيكي، بتنبهر بشخصيتك. لما انت تبقي واثقه في نفسك. انما لما بتعملي حاجات عشان اشخاص هتلاقي لو الشخص ده بعد عنك رجعتي تاني بهتانه ومش واثقه في نفسك ومهزوزه. لا، انت بتعملي، بتكافحي، بتذاكري، بتتعلمي، بتشتغلي، صح. بتخلي شكلك جميل علشان نفسك انت، عشان انت جسمك ده امانه. حافظي، صح، جسمك امانه، ربنا اداكي امانه لازم تحافظي عليها لغايه لما ربنا يرجع يستردها تاني. صح. حتى لو مش لان انت هتتحاسبي على صحتك. انت ليه اهملتي في صحتك؟ ليه عملتي كتير عشان هتقلع الطرحه فتهتم بشعرك؟ لا، طب انا اقلع الطرحه في بيتي، يعني اقعد في بيتي منكوشه وانت لا يعني اقعد انا عايزه اقول لك ان اكتر فئه بتهتم ببشرتها وبشعرها المنتقبات. دي احصائيه انا عملتها على الجروب عندي، ويعني يؤسفني اقول لك ان دول اكتر ناس بيهتموا ببشرتهم وبشعرهم. ده بجد؟ حقيقي.
يمكن عشان بتحافظ عليها تحت لا مش بتحافظ، بالعكس النقاب بيسخن درجه حراره البشره، صح. وبيعمل التهابات وما بيقدروش يتنفسوا، حرام. ما هو يعني لا طب ما هي بتلبسه اسود فبتمتص كتير من اشعه الشمس، الاسود بيمتص الاشعه الفوق البنفسجيه، فبتضطر ان هي تهتم زيها زي اللي بيمشوا بوشهم. صح. بس انا عايزه اقول لك ان انا ناس كتير جدا منتقبات تشوفهم في البيت ما تحسيش ان هم منتقبات اصلا. صح صح. وبيهتموا جدا. ليه احنا كمان ما نهتمش؟ كلنا هنهتم. انت اللي يعني انت اللي حطانا على الطريق، فان شاء الله كلنا هنهتم. نأمل يا جماعه ان احنا وفي 3 هيهتموا هم كمان وهيهتموا، والباقيين ان شاء الله هيدخلوا على الجروب ويهتموا. الجروب اسمه ايه؟ اسمه مروه الشبراوي هير اكسبرت. مروه الشبراوي هير اكسبرت، ده بالانجلش صح كده؟ لو حد ما عرفش يوصل له يكتب لنا في الكومنتات واحنا هنوصله ليه، ما تقلقوش خالص. طب لو شعر ما بيطولش ممكن تعملي معاه ايه؟ طيب الشعر ما بيطولش ده اوقات بيبقى طبيعه او وراثه، ده مبدئيا. يعني لو طفله من وهي صغيره لغايه لما بقى وصلت بعد البلوغ 15 16 سنه وشعرها مثلا لغايه هنا، بتبقى دي وراثه او طبيعته. او حصل لها خلل معين هرموني وهي ما اكتشفتوش وما عالجتوش، مامتها ما اكتشفتش من وهي صغيره وعملت لها تحاليل وعالجت لها الخلل ده. حاسه انها بتلقح عليا. ماشي لا خالص، هنشوف المشكله دي ان شاء الله، مفيش مشكله. الشعر لازم كل شهرين يتقص منه 2 سم عشان نحفز البصيله. لازم نستعمل الحاجات الطبيعيه، الغذاء الكويس. ممكن كمان انا الحاجات اللي عندي بتطول، بس مثلا لو شعر كده اكيد مش هتجيبه كده، بس هيطول بنسبه. لو شعر بقى كان طويل جدا وتقص مثلا وانت زعلانه او انت نفسيتك تعبانه او لا، دي ليها حلول بسيطه جدا. بالبخاخ بتاع التساقط بيطوله، المجموعه بتاعت العنايه، كريم التصفيف، المعالج الاسبوعي ده وهمي في الترطيب وفي تتقيل الشعر وفي تطويله وفي تعطير الفروه. يعني هو مش معطر لكن هو بينظف الفروه وبيحافظ على ريحتها، بيخليها فريش دايما. طب لو شعر بقى مجعد بس مش اوفر، يعني مش اوفر ويفي، هي بس هي بس عايزه شكلها يبقى احلى، لو استعملت المجموعه دي هتجيب معاها نتيجه كويسه جدا. بالاضافه انا عامله حاجه زي مرطب. في نسبه حمض خفيفه جدا، ممكن هي تستعملها بالبيبي ليس في البيت عندها، هتديها نسبه فرد معقوله. ولو حد عايز يبقى شعره يفضل كيرلي برضو في حاجات، حاجات اللي هي الليف ان بتحافظ على الكيرلي، بتحافظ على الكيرلي. طيب مين بقى ساعدك في المشوار في الرحله؟ والله بصي، هي اول حاجه دي مامتي، دي يعني عايزه اقول لك قمر يعني بجد، دايما بتدعمنا جدا انا واخواتي في حاجات زي كده. يعني عندي اخويا كابتن حكم، فهي اللي وقفت معاه جدا وقعدت تشجعه قوي. ده اخونا الصغير. واخواتي التانيين برضو، بس انا وهو دايما بنحب الحاجات اللي هي اوت اوف ذا بوكس، يعني يعني في ناس خلاص هي طريقها وماشيه خلاص. بس انا بقى يعني بقى اللي هو الجوكر في حياتي جوزي بامانه. يعني انا لولا مش عارفه اعمل ده كله. اكيد يعني هو دايما يعني مثلا لما بتزنق في اوقات بيسيب شغله ويقعد في البيت بالولاد، يعني وبياكلهم وبيعمل. انا عايزه اقول لك يعني احنا بنحييك. لا بجد هو جندي المجهول يعني. والله هو ماسك لي كمان موضوع المندوب بتاع الشغل. يعني انا دايما من الضغط بتعصب بسرعه، فهو بيقول لا ما تتعصبيش، هاتي بس الارض. جدا 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 اللي هو بحب كل حاجه مظبوطه جدا، وهو بيقنعني ان مفيش انسان مظبوط جدا كده. بحب المواعيد الملتزمه، فهو لا، هو ماسك لي الموضوع ده علشان يعني الناس تشري. احنا بندعم جدا اي حد بيقف جنب زوجته. احنا البرنامج ستات بس اي حد بيقف جنب زوجته احنا بنقول له شابو وبنبقى مبسوطين جدا. لا هو شابو جدا بصراحه. مش بس يعني بندعم الست، لا احنا مفيش ست هتقف من غير ما حد يبقى لا صدقيني لو هو مش موجود انا ما كنتش هبقى كده حقيقي. صح. هو سابني اذاكر كتير وكان بياخدهم علشان انا اذاكر ولا حقيقي والله مش بقول كده عشان احنا في برنامج، لا بس هو ده حقه. يعني كنت بسافر كتير وهو كان بيقعد بيهم. يعني طب انا لو اديتهم حضانه، طب ما الحضانه اخرها 2 أو 3، طب بعد كده بيروح يجيبهم ويتصرف في الاكل ويتصرف في البيت لغايه لما انا ارجع مثلا بالليل. يعني هو لغايه لما انا اخدت الدبلومه دي هو بصراحه اللي تعب اكتر مني بامانه. ربنا يخليه لك. اكتر حاجه بقى تعليق جالك على شغل عملتيه لواحده او كده خلاكي ايه ده، انا مش مصدقه نفسي، انا خلاص انا وصلت بقى؟ لا والله بنوته
كانت في شهر 8 اللي فات، عروسه يعني، وكانت عامله بروتين نوع ما يعني، وكان شعرها تقريبا مش موجود، متدمر. فراحت قالت لي انا عروسه، انا ماشيه على الروتين بتاعك وحلو كل حاجه، بس انا شعري مش حلو ومش عارفه اتعامل بيه. ف قعدت افكر كده، قعدت اعالجها شهرين قبل الجواز، وبعد كده عملت لها جلسه جيلاتين بقى بخلطه كده، والله ربنا وحده هو اللي ساعدني فيها، انا مش عارفه ازاي، بس انا فعلا كانت صعبانه عليا جدا، وكان فعلا نفسي نفسي افرحها. اكتر بقى تعليق فرحني ان هي كلمتني من حوالي اسبوعين، قالت لي انا شعري اتحسن، والله العظيم حقيقي، قالت لي انا مش مصدقه، انا شعري بقى حته واحده ما بقاش مقطع، واللي طالع جديد مموج وبطبيعته، بس حاسه ان انا قادره اتعامل معاه، حاسه ان انا اعمل شيميو بسيط يعني. ولغايه دلوقتي بتستعمل المجاميع بتاعه العنايه، وقلت لها لو هتعملي حاجه في شعرك مش قبل سنه، وانا ما بنصحش ان واحده تعمل معالج حراري مرتين في السنه. ليه بقى؟ ماشي. مش علشان هو مضر، لا، علشان انا بعرض الشعر لحراره جامده جدا، صح. فانت لو قادره تتعاملي بيه لغايه لما تكملي السنه، يبقى كل سنه حلو، صح. وبقيت السنه عنايه، ترطيب، ترميم، يعني ممكن اعمل لك جلسه ترميم حراري، حاجه مفيده للشعر، مش لازم كله فرد يعني مش لازم نبقى كلنا ستريت. يعني انت لو هتلاحظي في الدول بره، الناس اللي شعرها ويفي يعني متفقه معاه جدا جدا, جداً. صح، متعايشه وفرحانه بشعرها وفرحانه، ده بيعملوه كده، صح، بيعملوه ويفي. يعني شوفي مثلا اللي هم مثلا النجمات الافارقه وكده، بيفرحوا بشعرهم جدا، ما هم قادرين يخلوه ليس يا جماعه، قادرين بس عاملينه كيرلي وبيعملوه باشكال مختلفه، والشعر بيلمع وصحي على نوع الشعر، ما يبقاش كيرلي وبهتان وناشف. ما هو انت شعرك طالما بقى بهتان واللون بتاعه اختفى، اعرفي ان انت كده وصلت لمرحله وحشه جدا، صح، ده حقيقي. انت خدت كل الغذاء اللي جوه الشعر. انت عارفه انا عندي مشكله كبيره في ايه؟ شرب الميه. دي اساس، دي بصي اكبر مشكله في حياتي. يعني بصي، هو انت لو اتعودتي خلاص مش هتقدري تسيبي الميه، هتعطشي على طول جدا، صح. لو كل يوم مثلا تبداي بكوبايتين، بس انا اشرب كوبايه. المهم يا بنتي، نفسك في ايه بقى؟ قولي لي كده يعني قبل ما نختم، نفسك في ايه؟ والله انا نفسي يعني يبقى عندي اكبر انا كأيه نفسي الحلقه ما تخلصش بجد حبيبتي قوي معاكي حبيبتي تسلمي. انا نفسي يبقى عندي اكبر شركه كوزماتكس ان شاء الله، للايه بقى؟ للحاجات الطبيعيه، طبيعيه بس، كل حاجه. انا عايزه اقول لك الحاجات اللي عندي الماتيريال بتاعتها اصلا من قلعه مكونه في المغرب. القلعه دي حاجه كده خيال، كلها حاجات كمان اورجانيك، يعني مش طبيعيه وهرمونات، لا، النباتات اللي فيها اورجانيك، كل حاجه مزروعه اورجانيك، ميه الورد اللي فيها حاجه كده بتخلي البشره قمر. الزيوت انا عامله زيت ترطيب وتفتيح من كل المكونات منها، حتى بودر الاسنان ده بديل للمعجون. يعني مثلا في ناس اسنانها حساسه، فلما تيجي تغسل بالمعجون بتلاقي في دم، طبعا لا، البودر ده روعه، ما بيعملش كده خالص خالص، وتحسي ان انت بتنزلي كميه بكتيريا وفطريات وحاجات من زرقاء والله، وكمان مطهر للسان وللثه، حلو جدا. بس هو دلوقتي خلصان، وان شاء الله الماتيريال تيجي ونعمله تاني. هيدخلوا على الجروب وهيتابعوكي باذن الله، واي جديد عندك ان شاء الله ان شاء الله هنتابعه مع بعض. وطبعا بعد ما تعملي الشركه بتاعتك هتيجي هنا باذن الله، طبعا ما تروحيش في اي حته ثانيه، لا خالص، البدايه من قادره ونص ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقك يا رب. وانتي فعلا انا مش حد واحد اللي قال لي عنك، حد واثنين وثلاثه، فلقيت ان الشعب متفق عليكي، حبيبتي تسلمي. فسالت بقى واستفسرت وقدرت اوصل لان انت فعلا كده. وجهي رساله لبنت كده ما بتعملش اي حاجه، بس عايزه تبدا تعمل حاجه. هل هتقدر تقوم وتعمل وكده ولا جدا؟ لا؟ انا عاوزه اقول لك ان انا جات لي فتره يأس بعد ما انا كنت معايا 3 ولاد، منهم ولدين توينز. فالتوينز دول انا عايزه اقول لك ان انا خلاص حسيت انه انتهيت، وفكره ان انا لا، مش انا عندي طموح، انا ازاي مخليه نفسي كده؟ هي فوقه كده بتيجي، اللي هو لا، لاقي نفسك، صدقيني طول ما انت مبهمه ومش لاقيه نفسك ومالكيش قيمه في الحياه، انت هتبقي انسانه مهزوزه صح. لا، الناس اللي قدامك طول ما شايفينك قويه وليكي قيمه فعلا بيعتزوا بيكي ودايما بيتمسكوا بيكي علشان ياخدوا منك طاقه ايجابيه. دايما خليكي مصدر طاقه ايجابيه للي حواليكي، ما تخليش مشكله توقفك، ما تخليش عقبه توقعك، لا، اقعي وقومي عادي عادي. كلنا بنخسر وكلنا بنكسب وكلنا بنزعل، بس ما بنقفش عند الزعل، ما بنقفش عند الفرحه.
صح جدا. انت شرفتيني ونورتيني حبيبتي النهارده. حبيبتي مروه شبراوي ميرسي. خبيره تجميل في علم الترايكولوجي والثيرابيست. النهارده كانت حلقه جميله بيها وبيكو، حبيبتي. واي حد عنده كومنت، اي حد عنده سؤال هنرد عليه. للاسف وقت الحلقه خلاص بيخلص، فاي حد عنده كومنت هي هترد عليه، واحنا لو هي ما عرفتش ترد هنبعت لها الاسئله ترد عليها وتجيلكم لحد عندكم. استنونا كل 3 الساعه 7 بس في قدره ونص. باي باي.